في عام 2011 كان الأكثر تأثرا بالتطورات السياسية المحلية والإقليمية، والسنة المالية لعام 2012 تحمل عناوين مختلفة أهمها تقليل الاعتماد على المنح الخارجية. ارتفاع وتيرة الصراع السياسي الفلسطيني الإسرائيلي وما نتج عنه من احتجاز متعمد للأموال الفلسطينية واندلاع الثورات العربية وما ترتب عنها من أزمات مالية عالمية ووقف المساعدات المالية من بعض الدول المانحة الرئيسية، جميعها عوامل سياسية مباشرة أثرت في تراجع التوقعات المالية والآمال التي أطلقت على عام 2011 وسط تخمينات بأن لا تتجاوز نسب النمو لهذا العام 6%. توقعنا انه يكون في تراجع، يعني في عام 2011 تراجع، يعني العام الماضي 2010 كانت بحدود التسعة وشوي، المتوقع 2011 ما ان لا يتجاوز 7.5 في التقديرات الإيجابية. طبعا هناك عدة سيناريوهات، احنا متعودين دائما انه في لدينا كثير سيناريوهات بحكم عدم الاستقرار السياسي، فهناك السيناريو المتشائم وهناك السيناريو المتفائل، وفي الغالب يعني بنكون في الوسط يعني بين السيناريوهين. وخلافا لعام 2011 فإن المحللين الاقتصاديين يستبعدون أي تقدم في الاقتصاد الفلسطيني عام 2012 إن لم يحدث انفراج سياسي قريب، ومع ذلك ما زلنا نسمع أصواتا متفائلة من هنا ومن هناك تعول كثيرا على تحسن الوضع الدولي لفلسطين بدخولها اليونسكو، بالإضافة لآفاق المصالحة الإيجابية والتي قد تجر معها بحبوحة مالية لهذا العام. العناوين الأخرى ل 2012 ربما تتعلق بمعدلات النمو، ما تتعلق بحجم التجارة الخارجية ومستويات الأسعار وكيف موزع النمو بحيث أنه يقلل معدلات البطالة ولا بيزيدها ولا معدلات الفقر، وبالتالي في عناوين مختلفة للتوقعات بخصوص 2012، لكن كلها مرتبطة برأيي أنا بالتطورات السياسية والأمنية. إن الأزمة المالية اللي بتواجهها السلطة الفلسطينية هي بالأساس هي ناجمة عن أزمة اقتصادية حقيقية، إنما حقيقة هي ناجمة عن ظروف سياسية وتذبذبات سياسية، وهذا واضح في الإيرادات المتأتية عن طريق إسرائيل. وكما أشارت التقارير أن كثير من التسرب المالي اللي أشار إلى تقرير الأونكتاد 2010 أن حوالي $500 مليار تسرب مالي أو عائدات ضريبية يجب أن تذهب إلى الخزينة الفلسطينية، لم يتلقى الجانب الفلسطيني عوائد من هذه العائدات. ومع كل التوقعات والآراء المتعددة ما تزال السنة المالية لعام 2012 تحمل توقعات وآمالا كبيرة بتقليل الاعتماد المالي الفلسطيني على المساعدات من الدول المانحة وتعويضها بالإيرادات المحلية. ما بين التفاؤل بسنة مالية أفضل فيها اعتماد أقل على المساعدات الخارجية والتشاؤم بأزمة اقتصادية أخرى قد تعصف بالأراضي الفلسطينية، يجمع السياسيون والاقتصاديون على أنه لا يمكن التنبؤ بالأوضاع الاقتصادية الفلسطينية وقراءتها بمعزل عن التطورات السياسية. يافستي روس اليوم، رام الله.